جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي يوم الثلاثاء الفارط عرسا أكاديميا باهجا بمناسبة أحياء الذكرى 59 لعيد الطلبة المتزامن مع 19 ماي من كل عام. الاحتفال الذي نظم تحت رعاية السامية لوالي ولاية الوادي شهد حضورا واسعا للسلطات الأمنية والمحلية والعسكرية ووجوه فنية معروفة، وتواجد الأسرة الثورية بقوة وسط تفاعل مميز للطلبة والأساتذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تميز بالتنوع والثراء والشمولية، حيث تضمن نشاطات ثقافية وفنية وتاريخية نشطها مدير جامعة الشهيد حمى الأخضر بالوادي البروفيسور عمر فرحاتي، ومداخلة للأمين الولائي لمنظمة المجاهدين التي تدور حول تاريخ الطلبة منذ الحقبة الاستعمارية وما تعرضوا له إبان الثورة التحريرية من أجل أن تظل الجزائر فوق كل اعتبار. ترتقي بذلك دولة الجزائر إلى مصاف الدول المستقلة والمستقرة في جميع الميادين. أما الآن نذهب إلى الكلمة الترحيبية التي سيلقيها علينا السيد الأستاذ عمر فرحاتي مدير جامعة حمى الأخضر، فليتفضل مشكورا. السيدة والسادة النواب، السيد قائد مجموعة الأمن الوطني، السيد ممثل الأمن الوطني لولاية الوادي، السيد الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين، الأسرة الثورية الفاضلة من آباء المجاهدين ومن أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، السيد رئيس بلدية الوادي المحترم، السادة المدراء
السادة نواب رئيس الجامعة ومدير الكليات، أسرة الجامعة الفاضلة من طلاب وطالبات، الأسرة الإعلامية، ضيوفنا الكرام، تحية طيبة مباركة في هذا اليوم الخالد، هذا اليوم الذي انطلق فيه شعار الطالب هو دعم للثورة التحريرية الكبرى. هذه الثورة التي صنعت الحدث واعتبرت أهم محطة تاريخية كبرى في تاريخ المجتمع الدولي الحديث بشكل عام. ذلك أن هذه الثورة كانت مركز لإشعاع كبير ليس فقط في القطر الجزائري وليس فقط في امتدادها المغربي، وإنما كان لها الأثر الكبير في كل المجتمع الدولي، في كل دول العالم، فاستلهمت منها كل شعوب العالم هذه القيم النبيلة، هذه القيم الكبرى التي غرستها ثورتنا الكبيرة، والتي بدأت بمبادرات لشباب من سن طلابنا، بدأت بمبادرات أولية لمجموعة قليلة من الشباب الذين أدركوا بأن إرادة الشعوب لا تقهر، وبأن الشعب إذا عزم على شيء فلا بد أن يتحقق، خاصة إذا كان هذا الشيء خالد وهو استرجاع السيادة واسترجاع السيادة واستقلال الوطن. طبعا نحتفل بهذا اليوم الخالد، هذه الذكرى الخالدة التي تعبر عن التحام طلاب الجزائر بالثورة التحريرية. 157 طالب كانوا في راحة كبيرة، كان بإمكانهم أن يكون لهم آفاق كبيرة في تلك الفترة في الجزائر وفرنسا، ولكنهم في نهاية المطاف قالوا لا للاستعمار الفرنسي، لا لطغيان فرنسا، نعم للثورة التحريرية، نعم للجزائر الاستقلال. فتحية من أعماق قلوبنا لهذه النخبة المتميزة التي ضحت بروحها وبكل ما تملك من أجل أن نحيا في هذا الرفاه وفي هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار الذي ننعم به اليوم. 157 طالب صنعوا مجد الجزائر وتكاملوا بشكل كبير مع الثورة التحريرية، وأسسوا أول تنظيم طلابي في تاريخ الجزائر وهو اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين. وكانت هذه النخبة المتميزة هي رمز لنضال طلابنا، وكان من بينهم هذا العظيم الذي صنع مجد طلابنا عبد الرحمن طالب رحمه الله، الذي قدم دروس كبيرة في النضال، قدم دروس كبيرة في التضحية، وقدم دروس كبيرة أيضا في التحكم في التكنولوجيا حتى ولو كانت الوسائل تقليدية وبسيطة في تلك الفترة. فمرة أخرى نقول بأننا نستلهم كثير من العبر وكثير من القيم الإيجابية من ثورتنا العظيمة البارزة، ونستلهم قيما كثيرة، ونحن في الجامعة في صرح الجامعة في هذا الصرح الأكاديمي نستلهم قيم الخير، قيم العلم والمعرفة من هذه النخبة، من هذه الصفوة التي صنعت مصر مجد وعظمة الجزائر. وإذا كان هذه النخبة قدمت للجزائر الكثير أثناء الثورة، وضحت بكل ما تملكه حتى بأرواحها، وعلى رأسهم طبعا كما قلنا الشهيد عبد الرحمن طالب الذي ابتكر بوسائل تقليدية وبسيطة كيفية صنع القنابل التي تفجرت في وجه الاستثمار الغاشم. فإن مسؤوليتنا اليوم مسؤولية عظيمة وكبيرة جدا، ذلك أن الجزائر تمر بصعوبات وتهديدات كبيرة من كل حدودنا الكبيرة والمتسعة على امتداد أكثر من 6000 كيلومتر. واجبنا اليوم هو واجب يشابه الواجب الذي قام به أبناء الجزائر المفلسين أثناء الثورة التحريرية. واجبنا أن نحافظ على وحدة الجزائر، واجبنا أن نواجه كل هذه التهديدات بصف واحد وبكلمة واحدة، هي كلمة الجزائر عالية واقفة وثابتة مستقرة وواحدة وموحدة. هذا هو شعارنا، نحافظ على وحدة الجزائر
في هذه المناسبة العظيمة ذكرى 19 مايو، هذه الذكرى الخالدة عليه، ومن باب إعطاء الأمل الموجود أصلا في نضالات مشاهدينا ونضالات كل الشخصيات البارزة في هذه المنطقة العزيزة علينا التي أعطت الكثير للجزائر. أعطت الشهيد حمار الأخضر رحمه الله الذي نسمي عليه جامعتنا، وأعطت يوسف العمودي، وأعطت الكثيرين في زمن الشهادة وفي زمن البناء، قاسم سعد الله وغيرهم من الشخصيات الكثيرة التي تعطي السهم الكبير لثورتنا ولدولتنا الجزائر. هذه المنطقة بكل طاقاتها وبكل مواهبها وبزواياها التي تعطي الكثير أيضا، الزاوية التيجانية والزاوية القادرية وكل الزوايا المنتشرة في هذه الولاية العظيمة سوف تكون محطة أساسية وسوف تكون مسارا إيجابيا للمستقبل. بهذه المناسبة أود أولا أن أقدم شكرا خالصا باسم كل الأسرة الجامعية للسيد والي ولاية الوالي المحترم الذي وضعت قدم هذه الولاية المباركة إلا ووجدت الدعم الكامل لجامعة الشهيد حمار الأخضر ولكل الأسرة الجامعية. يكفي أن كل أسبوع هناك زيارة للسيد الوالي لكل منشآت الجامعة، ووعدنا السيد الوالي بأننا سوف نستلم السنة المقبلة الموسم الجامعي 6000 مقعد بيداغوجي جديد، وهذا أحييكم بتحية الجهاد والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين. قال تعالى في منزل كتابه الحكيم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات نعيم فيها نعيم مقيم. صدق الله العظيم. أيها السادة الحضور
وولاية الواد عملية تسليط الشوارع والسحاب والأماكن بأسماء هؤلاء الشهداء والمجاهدين تخليدا لتضحيات الإنسان. أيها السادة، لكل أمة وذكريات مخلدة وأمجاد تقف عندها لتفتخر بهن وبالتضحيات وبطولاتهم وما تحمل هذه الذكرى
الحضور المتميز. وهذه فرقة رواح الإيمان، هذه الفرقة التابعة للإقامة الجامعية ألف سرير ذكور، نتمنى أن تنال إعجابكم إن شاء الله. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. عين العيون محمد بالآمن المطاع
لحظات عاطفية دامعة من قبل والي الولاية خلال تسليمه جائزة رمزية لوالد أحد الطلبة المتوفين قبيل تخرجه الذي تعرض لحادث مرور مروع، وكان لهذا الطالب المرحوم من الأخلاق العالية والمثل الرفيعة ودرجات العلم العالية نصيبا كبير ما أهلته لأن يكرم بشهادة الليسانس شرفية لأحد الطلبة. كما أدت إدارة جامعة الشهيد حمى الأخضر إطلاق اسم الفقيد على الدفعة المتخرجة 2014-2015 في تخصص الموارد البشرية. ومواصلة لفقرة التكريمات، تلقى العديد من الطلبة المتحصلين على معدلات كبيرة والمشاركين في مسابقات ثقافية ودينية وأكاديمية في المراتب الأولى. شرف لنا جيل نوفمبر لجيل الاستقلال. كشف مدير جامعة الشهيد حمى الأخضر في ختام كلمته عن بشرى سارة لجميع طلبة الجامعة تتعلق بزيادة حصص الماستر في جميع التخصصات لتمكين الطلبة من مواصلة دراساتهم العليا مستقبلا. للسادة المنتخبون، السادة النواب، السيد رئيس المجلس الشعبي الفلاني، السادة رؤساء البلديات، ومن باب إعطاء لكل ذي حق حقه، فشكرا الكبير للسيدين الفاضلين، السيد رئيس بلدية بقرة والسيد رئيس بلدية الوادي اللذين قدما باتصال بسيط قدم دعم كبير في عملية تنظيف بقرة بدأناها في الجامعة وسوف تتواصل بشكل كبير، ونتمنى من الجميع أن نبدأ حملة تشجير بقرة في الجامعة مع بداية الدخول الجامعي المقبل. هذه هي الحركية، هذا هو الأداء، هذا هو التميز الذي نريده من طلابنا، أن يكونوا بنائين للمجتمع مساهمين في تغذية وتطوير جامعتنا. وأبشرهم وأبشر طلابنا وطالباتنا بأننا قررنا رفع نسبة الماستر إلى هذا الأمر سوف ننطلق في بداية من 30 جوان، مرحلة حددناها 26 إلى 30 جوان، وكل الفريق الإداري المساهم معي من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ونواب عمداء البيداغوجيا تحمسوا كثيرا لرفع نسبة تسجيل الماستر، لأنهم يثقون بأن هذه الجامعة ملك لأبنائها وملك للأجيال المقبلة، فيجب أن ندعم أبنائنا وبناتنا الطالبات ونفتح لهم آفاق النظر إلى المستقبل بنظرة
الأخير ترحيبي الخاص وشكري وثنائي لكل الطلاب لا أقول الأجانب وإنما ضيوفنا من تشاد، من مالي، من الصحراء الغربية، من كل الدول التي هي ضيفة عندنا في الجزائر في سياق الدراسة. تمنياتنا للخير لكل هذه الشعوب، لشعب مالي الشقيق، لشعب تشاد، للصحراء الغربية، ولضيوفنا من اليمن، ونقول لهم بأنكم في قلوبنا نتمنى الخير لهذه الدول، ونقول لإخواننا في اليمن هذا المثل الشائع والدارج: صنعاء وإن طال السفر، عائدون إلى دولنا الشقيقة بخير. وهذه الدول بالتأكيد سوف تستلهم من الجزائر كل الخير من أجل بناء وطن عربي فاعل ومؤثر في القرار العالمي. شكرا لكم والسلام عليكم. اختتم اللقاء بتكريم والي ولاية الوادي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية الوادي لقاء ما قدموه من أعمال وإنجازات لصالح مواطني المنطقة للخروج من قوقعة الأزمات والمشاكل المتعلقة بكافة المجالات. تحية له والوقوف، تحية له، تحية خاصة سيد الوالي. الرمز الأخضر كذلك قدم هدية لوالي ولاية الوادي صالح العبادي، وهي أمامكم الآن. هذا خليل سيد الوالي لما تقدمه من أعمال لمواطني ولاية الوادي. الشكر تسبيقا لوالي ولاية ونشكرهم على تواصلهم وتكاملهم مع الجامعة. هدفنا واحد هو الرقي لهذه الجامعة. شكر جزيلا. للمساهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة مع كل قطاعات هذه الولاية المعمارية. نحيي ذكرى من ذكريات وهي أهم محطة من تاريخ الجزائر. نقول بلي ما فيش يوم يمر في الجزائر إلا وفيه تاريخ، إلا وفيه ثورة، إلا وفيه مجد. واليوم احنا اليوم هذا اليوم العظيم ذكرى 19 ماي اللي هو ذكرى تاع الطلبة، وين غادر فيه الطالب الجزائري وضحى بكل يعني الارتياحيه وبكل ما يملك في هذاك الوقت، ويعني ويصعد للجبال، وذلك من اجل تحرير وسياده البلاد. أن نقول أنه ضحى يعني من تضحيات نفيسة اللي ضحى بها كل الشعب الجزائري. ونتمنى اليوم عيد مبارك للطالب الجزائري، ونتمنى أنه يكون يعني يستنبط أو يستنتج خلاصة جيدة، وهو أن الجزائر قبل كل شيء، وتكون محبة يعني تكون ثورة ازدهار وتنمية للطلبة تاعنا. وبهذه المناسبة نتوجه كل الطالبة والطالبات لجامعة حمى الأخضر بالنجاح والتوفيق، ونحن واثقون بما شاهدناه في هذه الجامعة أنها في تقدم وازدهار وهي في استقرار، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل طلبة وطلبات. السلام عليكم. طبعا أولا هذا اليوم يخلد ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، هي ذكرى التحاق نخبة وصفوة الجزائر في تلك الفترة. أكثر من 157 طالب هاجروا المقاعد الدراسة والتحقوا بأعظم ثورة في التاريخ، ثورة نوفمبر
العظيمة، وقدموا الغالي والنفيس، قدموا أرواحهم، وربما أحسن رمز لهذه الصفوة لهذه النخبة والشهيد عبد الرحمن طالب الذي قدم الكثير وكان شعلة كبيرة في الثورة التحريرية وساهم في تأسيس اتحاد طلبة المسلمين الجزائريين. طبعا هذه المناسبة نخلدها كل سنة حتى نستلهم العبر الثورة التحريرية، قيم الثورة التحريرية، وحتى نغرس في طلابنا هذه القيم النبيلة الأساسية. وبالتأكيد فإن مسؤولية طلابنا في الوقت الحالي هي المحافظة على وحدة الوطن، على استقرار الوطن، المحافظة على كل ما كسبناه طيلة هذه الفترة الزمنية التي نؤسس فيها لجمهورية فاعلة مؤثرة ليس فقط في فضائها المغربي وإنما في فضائها الدولي. مسؤوليتهم أيضا مواجهة هذه التهديدات التي تعرفها المنطقة وعلى مدار 6000 كيلومتر لحدودنا. مسؤوليتهم أن يساهموا في بناء وطننا وأن يساهموا في بناء هذه الجامعة، وهذا المأمول من طلابنا. وهناك كثير من الطاقات المتميزة التي يمكن تقدم هذه الإضافة المنتظرة إن شاء الله. في البداية وفي النهاية الشكر لله سبحانه وتعالى، والشكر الخاص بعد الله سبحانه وتعالى لرئيس جامعة الواد والمدير الإقامة الجامعية والأخ المسؤول في الإقامة الأخ خليل، قد ساعد معنا وتعايش معنا في كل تأقلمنا مع المواطنين الجزائريين مع كافة المستويات في الجزائر. الحمد لله في الإقامة تعاملوا معنا بكل أوجه الخير والاحترام والتقدير، ولم نحس بأي تفرقة في هذه الغربة. كنا عايشين كيف اليمن ما كانش أي تفرقة وتمييز. أما من ناحية المنهجية والدراسة كان هناك خلاف قليل ما بين المنهج الجزائري والمنهج اليمني. فيما يتمثل في المنهج نفسه، انه المنهج مختلف من ناحيه المواضيع الدراسيه، يعني ما اخذناهاش في الاعداديه في الثانوي في الكذا. في اليمن ما اخذناش اللي اخذناه هنا ما اخذناش في اليمن. هل هذا الفرق الطفيف اثر سلبا على نتائج؟ اثر سلبا قليل نسبه، ثم الحمد لله تعطيناها مع الشيوخ محترمين، يعني وصلوا الفكره يعني بالمطلوب بالوجه المطلوب، وصلوا الفكره الى الطلبه كامل. وكان هناك خلاف في اللهجه الجزائريه، يعني كانت تواجهنا صعوبه شويه، الحمد لله تعطيناها. يمكن نعود بالشكر خاص لكافه الكادر التعليمي في هذه الجامعه والمعظم كافه الدكاتره والشيوخ قد ساعدونا وتحاولوا في مساعدتنا في التأقلم مع المنهج، والحمد لله تعدينا هذه المعوقات، وان شاء الله نطوروا ان شاء الله. ونشكر الجزائر بلاد الارض، بلاد المليون ونصف شهيد على معيشتنا فيها، وحبينا هذه الارض الطيبه. انتم مرحب بكم في هذا البلد الامن والمستقر سياسيا، ونتمنى لدوله اليمن الشقيقه ان تنتصر في القلب العربي ان شاء الله. يعتبر الوطن الثاني تاع الطالب اليمني، بلدنا الثاني، يعتبر بلدنا الثاني، اينما كنا جالسين هو يعتبر وطننا. طلاب الجزائر نحن للمجد بنا، نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنا، نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة. كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها، وعبقنا في سماها بعبير المواجد. كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها، وعبقنا في سماها بعبير المواجد. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنات. فخذوا الأرواح منا واجعلوها لابنا، واصنعوا منها الجزائر. وخذوا الأفكار عنا واعصروا منها الحياة، وابعثوا منها الجزائر. نحن
نحن من لبى نداء عندما اشتد بلاء واندفعنا لفداء والمنايا صارخا. نحن من لبى نداء عندما اشتد بلاء واندفعنا لفداء والمنايا صارخا. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بناء. معشر الطلاب إن قدوة للثائرين كم عصفنا بالجبابر. سل شعوب الأرض عنا كم صرعنا الظالمين واحتكمنا للمصائر. نحن بلغنا الرسالة نحن سطرنا العدالة نحن مزقنا الجهالة وصدعنا الظلمات. نحن بلغنا الرسالة نحن سطرنا العدالة نحن مزقنا الجهالة وصدعنا الظلمات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بناء. التحرير مد لبني الجيل يدا دامها أحمر فائق. واشهدي كيف نفدي ثورة الفكر غدا يوم تحرير الجزائر. وتسود العبقرية في بلاد العربية زاخرة بالمدنية في العصور الخالدة. وتسود العبقرية في بلاد العربية زاخرة بالمدنية في العصور الخالدة. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بناء. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بناء. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بناء. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة. كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماها وعبقنا في سماها في عبير المهجد. كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماها وعبقنا في سماها في عبير المهجد. نحن طلاب الجزائر نحن